مش هننكر ان بيجي علينا وقت وبنبقى زعلانين فيه جدا، مشاكل في البيت، مشاكل مع صحابك، مشاكل مع حبيبتك، فتقرر تقوم تجلد في ذاتك اكتر وتقوم تسمع اغاني حزينه مؤثره جدا جدا جدا. حمو بيكا مثلا مش بتلاقي الاغاني جابت نتيجه، فتروح بسرعه على جوجل وتدور على اكتر افلام حزينه في التاريخ عشان تزعل اكتر. بتلاقي افلام كتير وبتختار تتفرج على ايه. ففيديو النهارده هتكلم عن اكتر افلام حزينه انا شفتها في حياتي كلها، ولما اقول افلام حزينه فانا فعلا اقصد افلام حزينه. وفي النهايه هتكلم عن الفيلم الوحيد اللي فعلا اثر فيا من جوايا وخلاني احس ان انا انسان وعندي مشاعر. بما اننا هنتكلم عن الافلام الحزينه فلازم الاول نتكلم عن افلام ديزني او بيكسار. هي واحده من اكبر شركات الانيميشن في العالم. افلامهم بتتميز دايما بالرسائل العميقه اللي فعلا ممكن تاثر على اللي بيتفرج. توي ستوري الجزء الثالث اول مره اتفرجت فيها على الفيلم ده كنت مستمتع جدا بالاحداث. الدب اللوتس اللي بيبان لك اللي هو كيوت بيطلع شرير في الاخر. اندي بيكبر وبيروح الجامعه. كل حاجه كانت ماشيه تمام لحد ما فجاه بيتحبسوا في محرقه زباله كلهم وكانوا هيتحرقوا ويموتوا موته عنيفه. تمام انا وقتها بصراحه قلت ان دي كانت هتبقى اكتر نهايه كارثيه في التاريخ. في برضه نيمو الحزين في فيلم انيميشن بيتكلم عن السمك. مش فاهم؟ لو انت ناسي ففكرك ان في اول 5 دقايق من الفيلم ده ابو نيمو بيشوف عياله كلهم بتتم ابادتهم بالكامل قدام عينيه. ما تبقاش في الاخر غير سمكه واحده بس. سمكه كانت السبب في اللي هي ترجع الامل والحياه للراجل الغلبان ده. وهنا قصدي عن نيمو بالرغم اللي هو معاق بس بصراحه كان بيبهرني. اتخطف من غواصين، طلع بره البحر. تخيل كل ده ولسه ما اتكلمتش عن اب او كارز. بس يا علي دول برضه في الاول وفي الاخر يعني معلش في الكلمه بس افلام كرتون اكيد يعني مش هتاثر فينا. فاهمك عشان كده هتكلم عن الحاجه اللي بتاثر فينا كلنا، التعلق بالحيوانات. كلنا عارفين ان الكلب هو اوفى صديق للانسان، حاجه معروفه بغض النظر عن كلاب الشارع اللي بتقدر تخليك تفتح سبرنت اسرع من محمد صلاح. وهنا بيجي دور فيلم اولد ييلر. الفيلم ده من انتاج ديزني برضو بس قديم شويه. بيتكلم عن ولد عنده كلب، الكلب بيتعب، الواد ده بيضطر وقتها اللي هو يقتل الكلب عشان يعني كلب يرتاح. بس بصراحه استغربت من الطريقه اللي قتلوا بيها. ما قتلوش باسلوب القتل الرحيم، لا خد ورا البيت قام مطلع فجاه شوت جن من وراه ووقف. في برضه فيلم هاتشي ادوجز تيل، وده الفيلم اللي فعلا ممكن يخليك تعيط من كتر الوفاء اللي موجود في الكلب ده. الكلب ده حرفيا اجدع كلب اشوفه في حياتي كلها. من كتر ما انا حاسه جدع فعلا كلمه حيوان حاسسها مش لايقه عليه، بحس ان انا بشتمه. الفيلم بيتكلم عن كلب اسمه هاتشي ومع صاحبه. علاقتهم بين بعض اتبنت على مدار سنين طويله جدا. كل يوم الراجل ده يروح فيها محطه القطر عشان الشغل بتاعه، لازم الكلب ده يوصله. الراجل يرجعه البيت تاني بس لا، الكلب يحلف اللي هو لازم يوصله. وبعد ما بيوصله الكلب بيقعد مستني صاحبه طول اليوم لحد ما يرجع من الشغل تاني عشان يرجعوا مع بعض البيت. وفي يوم من الايام وبيحصل زي ما بيحصل كل يوم، الكلب بيوصل الراجل ده لمحطة القطر. الراجل بيودعه بيطبطب عليه وفجأة من غير اي مبرر الراجل مات ازاي؟ طيب فهمنا. والله يعني كان بيدي محاضرة للطلاب وفجأة وقع ومات. وده مش الجزء المحزن في الموضوع، عشان في الناحية التانية الكلب يعني مسكين واقف ومستنيه وفاكر اللي هو هيرجع وهو اصلا ما يعرفش اللي هو ميت. اصل فعلا يعني فكر فيها، الكلب دلوقتي هيعرف ازاي ان صاحبه مات؟ حد هيرن عليه مثلا ويقول له صاحبك مات؟ اكيد لا. بس الكلب هنا ما فقدش الامل وفضل مستني صاحبه في محطة القطر على الامل اللي هو يرجع تاني. استناه قد ايه؟ استناه 10 سنين. هاتشي كان بيروح كل يوم محطة القطر في الميعاد اللي الراجل المفروض يرجع فيه، بس للاسف الراجل ما بيجيش. وهو زي ما انتم عارفين يعني كلب، فمستحيل يعرف ولا حتى يفهم ان صاحبه مات. حتى لو جه كلب تاني وقعد يشرح له ان صاحبه مات مش يفهم برضه. والحاجه المحزنه اكتر من كده ان الفيلم ده حصل فعلا في الحياه الحقيقيه. في اليابان الواحد راح للشغل بتاعه في يوم زي اي يوم عادي ومات فجاه، وكلبه زي ما انتم عارفين يعني عمل زي ما عمل هاتشي بالظبط. شعب اليابان في الاخر عمل لهم تمثال بيرمز الى الولاء والصداقه. بصراحه مش مقتنع ان انا اجيب كلب يعيش معايا 5 سنين بعدين يموت بعد ما احبه واتعلق فيه. انا بحب الكلاب بس اخر مره ربيت فيها حاجه كانت كتكوت وانا صغير ومات لوحده بعد اسبوعين واكتئبت بعدها. والفيلم اللي فعلا هيأثر فيك ويخليك تعيط هو فيلم بص عشان نبقى متفقين مع بعض، بصراحة الفيلم ده كان المفروض يحتل المركز الأول بالنسبة لي لأكتر فيلم حزين، ولكن افتكرت إن لسه في حاجة أحزن منه بكتير في آخر الفيديو. انترستيلر هو فيلم بيتكلم عن رائد فضاء اسمه كوبر شغال مع وكالة ناسا عشان عادي على كوكب الأرض زيك، بس فجأة الكوكب اتدمر، التراب بينتشر في كل مكان، الزرع بيموت، مفيش حياة، كل حاجة بتتدمر. لحد ما في اليوم اللي بعده كوبر بيقدر يوصل لرسالة متشفرة لحد ما وصل لمؤسسة ناسا. الراجل الطيب ده بعدها بيقول لكوبر
كوبر احنا لسه عندنا فرصه عشان ننقذ بيها كوكبنا. ايه ده بجد؟ تمام ماشي حلو كلام جميل، هنعمل ايه بقى؟ هتتخلى عن اطفالك. بالظبط يا جماعه، الحل الوحيد عشان الكوكب والجنس البشري كله يتم انقاذه هو ان كوبر يسيب عياله ويسافر الفضاء. بصراحه ما كانش عندي مشكله ان كوبر يسيبهم ويسافر، بس لما شفت رد فعلهم رجعت في رايي بصراحه. Stay. It says stay, Dad. لو انا مكان كوبر مش هقدر اشوف بنتي بالمنظر ده واسيبها واسافر، الا لو انا لابس حاجه على عيني. بعدها بنشوف كوبر وهو بيسافر خلاص للفضاء، وفي اللحظه اللي بيطلع فيها للفضاء قلت يا الراجل هيسيب عياله سنتين عشان ينقذ الكوكب، سنتين كاملين، بس سنتين مقابل اللي هو ينقذ كوكب الارض. تمام ماشي مفيش مشكله، شايفها صفقه بصراحه، بس كان لازم اعرف ان في حاجه غلط هتحصل بعدها. بعد ما كوبر والفريق بتاعه بينجحوا في اللي هم يعدوا من الثقب الاسود ده، كان لازم يعدوا الاول على 3 محطات عشان يشوفوا لو في حاجه منهم هتصلح للحياه البشريه ولا لا. وبعد ما خلاص بيوصلوا للكوكب ده اللي كله ميه، كل حاجه بتتغير 180 درجه. ليه؟ السفينه بتغرق بالميه وبيضيعوا على الكوكب لشويه وقت. قد ايه يعني؟ مثلا يعني حوالي 3 ساعات. تمام ماشي عادي 3 ساعات ما فيهاش حاجه، كله تمام، يا دوبك حلقتين من سترينجر ثينجز. بس لازم تبقى عارف ان هم في الفضاء مش في كوكب الارض. ولما اقول لك الفضاء يعني قوانين مختلفه، زمن مختلف، جاذبيه مختلفه. ولما اخيرا سيطروا على السفينه بتاعتهم بداوا يطيروا ويرجعوا للمركبه الرئيسيه بتاعتهم. الراجل اللي واقف ده قال لهم ال3 ساعات اللي انتوا قعدتوها على الكوكب المائي ده في الواقع بتساوي 23 سنه. يا ساتر، 3 ساعات على الكوكب ده تساوي 23 سنه على كوكب الارض. الموضوع كارثي بمعنى الكلمه. انتوا عارفين يعني ايه 23 سنه؟ 23 سنه دول انت ممكن تتجوز وتخلف فيهم، وعيالك يكبروا ويتجوزوا هم كمان، وعيالهم يكبروا ويتجوزوا. لا بهزر مش الدرجه دي. وبسبب كده بيحصل اكتر مشهد حزين في الفيلم كله. الناس الطبيعيه بتفتح الرسائل اللي فايتاها مثلا من ساعتين 3، بس الراجل ده يا جماعه مختلف. الراجل ده فايته رسائل من 23 سنه. انا عايزك تتخيل معايا كميه الحاجات اللي فاتته في ال 23 سنه دول. بيفتح الرسائل بيبتسم في الاول، بعدين بيستوعب اللي هو يعتبر فاته كل حاجه، اعياد ميلادهم وتخرجهم وجوازهم، حتى ولاده ابنه فاتته، وكمان عيد ميلاد بنته ال 35. وبالمناسبه وقتها كانت قد كوبر. ابتسامته بتختفي بعدها وبيبدا يعيط بطريقه هستيريه. بصراحه يا كوبر انا فاهم ان دي حاجه زعلتك، ومقدر ان عيالك كبروا وبقوا قدك وفاتتك كل حاجه معاهم. انا فاهم بس بصراحه يعني لو انا مكانك كنت هفرح جدا. خلينا نبص على الجانب الايجابي. دلوقتي انت لما ترجع لكوكب الارض معظم الناس اللي كانوا قدك هتلاقيهم ماتوا او يعتبر خلاص في اخر لحظات حياتهم. بس انت يا كوبر هيبقى سنك لسه صغير، كانك بالظبط صغرت 23 سنه. بس انتوا عارفين الشخص اللي حالته اسوأ فعلا من كوبر هو الراجل ده اللي فضل مستنيهم لوحده لمده 23 سنه. هو كان عارف بكل الحاجات دي اللي بتحصل، بس في الاول كان متوقع ان هم يقعدوا 7 سنين مش 23 صح؟ المفروض يعني يقعدوا 7 سنين بس، اكيد يعني مش هيطولوا عن كده. في النهايه الفريق كله بيموت ما عدا كوبر والبنت التانية دي، وخلاص رجع وهيشوف بنته ميرف وكل حاجه ترجع زي الاول. بس لا، راح وشاف اهلها اكبر منه ب 40 سنه. بصراحه ما كنتش مستوعب الرقم، حتى برضه ما كنتش مستوعب ان هنا بيكلم واحده قد جدته وهي اصلا في الاساس بنته. يا اخي سبحان الله، الفضاء ده فيه كميه حاجات غريبه جدا. وهنا الفيلم بيوصل رساله مهمه جدا وهي الوقت. ايوه يا جماعه الوقت، لازم تستغلوا الوقت اللي انتوا عايشين فيه دلوقتي وتقعدوا فيه مع الناس اللي بتحبوها، عشان انتوا مش عارفين امتى حد يسافركم الفضاء عشان تنقذوا العالم وتدخلوا في الثقب الاسود وتنزلوا. ودلوقتي مع اهم جزء في الفيديو. الفيلم ده بيتكلم عن ولد صغير في اعدادي اسمه جيس، ولد بسيط بيحب الرسم، والحاجات اللي بتزعل فعلا بتبدا من دلوقتي عشان الولد ده حظه وحش في كل حاجه حرفيا. عايش في مزرعه، بس ثانيه واحده مش قصدي اللي هو فلاح، لا طبعا، بس قصدي يعني فوق اللي هو عايش في مزرعه. عيلته كانت فقيره جدا لدرجه اللي هو في مره وهو رايح المدرسه خد الكوتش بتاع اخته ولونه باللون الاسود عشان يبان اللي هو اولادي. بس انتوا عارفين الوضع المالي للعيله دي ما كانتش هي المشكله الوحيده، عشان فوق انهم كانوا فقراء جيس كان الاخ الاوسط من بين كل اخواته. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الاخ الاوسط ما بيكونش مفضل عند ابهاتهم، وكمان كان الولد الوحيد. ولو جمعت الحاجتين دول مع بعض مع اب بارد هتكره حياتك كلها حرفيا، عشان الراجل ده يا جماعه من غير سبب كان بيفضل عياله البنات عنه. زي مثلا اللي هو كان كل يوم قبل النوم بيطلع عند عياله يحضن بناته ويبوسهم، تمام لحد ان الراجل ده كويس. بس لما كان بيجي عند جيس بيبص له بنظره استحقاريه كده ويقول له اقفل النور ونام. تمام انا فاهم ان في نوع من الابهات بيحبوا يربوا اولادهم تربيه شديده شويه، كون ولد يعني والمفروض اللي هو يعتمد على نفسه والكلام ده
انا فاهم بس يعني ولد صغير في اعدادي، قول له تصبح على خير على الاقل، يعني مش هتخسر حاجه. بس بعدين وانا بتفرج على الفيلم ده قلت اكيد الولد ده عنده صحاب في المدرسه هيهونوا عليه المعاناه اللي كانت بتحصل له كل يوم في البيت. بس جيس برضه ما كانش عنده صحاب، كل ما كان يروح المدرسه العيال في الفصل كانوا بيقعدوا يتنمروا عليه ويتريقوا عليه. وهنا الفيلم بيورينا حاجه مهمه جدا، يعني اهم حاجه في الفيديو النهارده، وبيعرفنا ان الاطفال مش دايما بيبقوا كيوت وابرياء، عشان بعدها في نهايه اليوم جيس بيركب الباص عشان يرجع لبيته عادي لحد دلوقتي تمام، بيلاقي بنت قاعده في اخر الباص عادي جدا. اكيد البنت دي مش هتعمل حاجه الا وفجاه بنلاقيها بتحدف سندوتش عليه. طب ليه طيب؟ بص هو حاجه من الاتنين، يا اما هي عملت السندوتش مخصوص عشان تحدفه عليه، يا اما هي استغنت على السندوتش بتاعها عشان تحدفه على الواد ده عشان تتنمر عليه وتضحك عليه. جيس حالته بقت صعبه جدا، فقير ما عندوش صحاب، حتى ما عندوش عيله يحبها ولا بيحبوه. بس هل ممكن الامور تسوء اكتر من كده؟ بصوا بصراحه ايوه، بس يعني مش دلوقتي. في الاول الامور بتبدا تتحسن بالتدريج مع الولد ده، وده لما بنت جديده اسمها ليزلي بتدخل الفصل. انتوا فاكرين لما كان حد جديد بيدخل الفصل كلنا كنا بنستغرب وبنبص كده بنداش اللي هو الحق يلا في حد جديد جه في الفصل بتاعنا. بس في المدرسه دي حرفيا ما حدش كان مهتم تمام. في الاول جيس ما كانش مهتم لليزلي ولا حتى كان عنده نيه لو يحبها، بس كل ده بيتغير بعد ما بيكتشف اللي هي جارته، وان كمان العيال في المدرسه بيتنمروا عليها تمام. هنا البنت دي بقت شبهه شويه نوعا ما، والغريب بقى هنا ان هم بداوا يحبوا بعض من اللي بانا. عن نفسي لما انا كنت صغير فاكر اول بنت احبها كنت بحدف عليها ورق مكتوب عليه بخط معفن اللي انا بحبها، في الاخر ما بتاخدش بالها منه. بس لبانه يا خساره، لو كنت عارف ان الطريقه دي بتجيب نتيجه كنت وفرت على نفسي مجهود وعملت كده من زمان. بعدها بيكتشفوا بالصدفه غابه، بعدين بيلاقوا حبل قديم كده متشعلق فوق الميه. ممكن الحبل ده يبان عادي، بس بعد ما ليزلي وجيس بيلعبوا بيه الحبل ده مش بيبقى حبل عادي، لان ليزلي قررت وقتها ان الحبل ده يبقى الجسر بتاعهم اللي هيوصلهم للعالم الوهمي اللي سموه تيرابيثيا، ويبقى المكان ده بالكامل خاص بيهم هما الاتنين بس، يلعبوا فيه براحتهم، يتخيلوا فيه حاجات وهميه زي مثلا كأنها هي الملكه وهو الملك في عالم لوحدهم. مكان امن ومسالم، ما فيهوش ناس بيحدفوا على بعض سندوتشات، ما فيهوش ابهات مهملين، حرفيا مكان مثالي. وده المكان اللي غير حياتهم بالكامل يعتبر، لان هما الاتنين ما كانوش مبسوطين في حياتهم. ده بيتحدف عليه سندوتشات ودي الناس بتتنمر عليها. جيس بيعترف بعدها لصاحبته، بيقول لها لا معجب بالمدرسه بتاعته تمام. لحد دلوقتي عادي ولد يحب المدرسه بتاعته، عادي بتحصل، كلنا كنا بنحب مدرسه الرسم واحنا صغيرين. بس بنلاقيها بعدها بتتصل بيه وبتعزمه على رحله مدرسيه. انا فاهم ان دي حاجه جميله ان انت تروح رحله للمتحف مع المدرسه بتاعتك، بس على الاقل تكون رحله جماعيه، تكون انت واصحابك والمدرسه كلها مع بعض في نفس الرحله، انما لوحدكم بصراحه الموضوع غريب شويه. الغريب اكتر بقى لما جيس بيقابل المدرسه بتاعته، كانت هي الوحيده اللي كانت قاعده في العربيه. بيوصلوا المتحف اخيرا والحمد لله ما يحصلش حاجه، قضوا يوم جميل مع بعض في المتحف. بعد كده جيس بيرجع على البيت وبيتصدم صدمه عمره. امه بتروح له بسرعه وهي مخضوضه، بتحضنه وتقول له ان هم كانوا قلقانين عليه وافتكروه اتخطف ولا مات ولا حاجه. ودي حاجه غريبه بصراحه، لانه قبل ما ينزل الرحله دي راح وقال لامه، بس حرفيا امه كانت في سبع نومه وما كانتش مهتمه. Your friend Leslie is dead. ايوه زي ما سمعت كده، ليزلي ماتت. الفيلم مساره بيتحول بيبقى واحد من اكتر الافلام الحزينه في التاريخ، لما بنعرف ان البنت الوحيده ليزلي اللي كان يعرفها بيحبها وبيلعب معاها بتموت. كانت بتحاول تعدي الترعه دي بالحبل، وفجاه الحبل بيتقطع وبتقع في الميه وبتغرق. واللي يزعل اكتر من كده ان مشهد موتها ما اتعرضش في الفيلم، ودي حاجه خلتنا نركز اكتر على رد فعل جيس اللي بصراحه كان يزعل جدا، لانه اتصدم لما عرف الخبر وكانش مصدق لحد ما طلع بنفسه، شاف عربيات اسعاف والشرطه حوالين بيتها، حس بذنب وندم شديد جدا عشان وقتها ما كانش معاها وكان سيبها لما كان في رحله مع المدرسه بتاعته. الفيلم بيخلص في الاخر ان جيس بيتقبل موت صاحبته وبيرجع لترابيثيا لوحده، وبيقرر يكمل العالم الخيالي اللي كانوا متفقين عليه هو وصاحبته. بيبني جسر حقيقي فعلا المره دي، وقتها بيجيب اخته الصغيره ويعينها كملكه لترابيثيا، وده بيكون رمز اللي هو خلاص يعني اتعلم يواجه الواقع ويكمل حياته عادي وهو لسه محتفظ بذكرى ليزلي. الفيلم رسالته في الاخر ان الخيال مش هروب من الواقع، واننا لازم نتقبل الواقع مهما كان، ونبعد عن العيال اللي بيحدفوا سندوتشات على بعض. وبس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبك، قولي لي في الكومنتات لو عايزين جزء تاني. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.